زياراتنا في دول مجلس التعاون، فتمت استضافة شخصيات جدا رائعة من دول مجلس التعاون للمشاركة ولأخذ الخبرة من ما توصلوا لهم. عارفة عرفات، يمكن هالموضوع يخليني أسأل سؤال. كثرت الملتقيات النسائية، كثرت المطالبة دائما بشؤون المرأة، بكيف تكون أيضا عدد من أدوار المرأة البارزة وعدد كبير من هذه المواضيع. هل تعتقدين أنه مثل هذه الملتقيات تمر عادة سحابة صيف أم أنها تعطي يعني هذا يعتمد على من يقوم بها ومن يتلقاها. سحابة الصيف بالنسبة أنا أتكلم عن الملتقى النسائي الثاني، لا مش سحابة الصيف، مجهود جبار يعمل عليه نخبة من المتطوعات، يعني نشاط بحد ذاته نشاط تطوعي، احنا مو جابرين اي احد انه يشارك معنا. اللي يحب انه يخدم بلده، اللي يحب انه يبين صورة بنت البلد باحسن صورة، باستطاعة المشاركة مش بس داخل الملتقى كفاعل وكناشط داخله، من خلال الحضور ايضا. نسبة الحضور مثلا العام الماضي كانت 500، السنة وصلنا لل1000، الضعف، واحنا نسعى انه على السنه الجايه ان شاء الله يكون اضعاف. فلو كانت سحاب الصيف كان ممكن نوقف من اول مره، وبدل ما تكون كشته ما تكون ملتقى. فالتطور هذا معناته لا، احنا قاعدين نسعى بشكل جدي انه يكون ابدا ما راح يكون سحاب الصيف. طيب الان في عدد من البنات قاعدين يتابعونا ويقولون والله كلام استاذ عرفات يعني اثر فينا، ودنا انه احنا نشارك في مثل هذا الملتقى. كيف السبيل الوحيد اول شيء للوصول عندكم، وغير عن كذا شنو هي ابرز الشروط الواجب توافرها للبنات عشان يشاركون معكم؟ ما في اي شروط غير انه حب البلد بالدرجه الاولى. يعني النشاط، هل هي حابه انها تشارك معنا ضمن المنظمين للملتقى؟ الباب هذا السنه خلصنا منه، لانه خلاص قبلنا المتطوعات واشتغلنا عليه، وان شاء الله بكره راح تبتدي الفعاليات الساعه 4 العصر. بالنسبه للعام القادم اللي تحب انها تشارك معنا، يسعدنا جدا انها تزورنا من خلال بوابتنا الالكترونيه ضمن منتدى سنابس، تسجل وتقول انها تبي، احنا نشوف السي في. طبعا كل ما كانت عندها خبره اكثر في الملتقيات وفي النشاطات التطوعيه كان هذا افضل لنا احنا وافضل لها هي في العمل معنا. بالنسبه للحضور، الحضور الكل يقدر يحضر بشرط التسجيل، لانه البوابه مش مفتوحه على مصراعيها الكل يقدر يحضر. لا يعني مثلا ناهد تبي تحضر، في من خلال الموقع زي ما قلت لك انها تطلب تسجيل الحضور، راح نسجل الاسم، تيجي تستلم بطاقه دعوتها وتحضر عندنا. كل اللي سجلوا اسمائهم حصلوا على بطاقات الدعوه، اللي على اساس احنا احتسبنا انه العدد السنه اللي طافت كان 500، السنه هذا صار 1000 الحين، يعني ضعف العدد اللي كان العام الماضي. طيب تتوقعين ابرز التوصيات اللي راح يعني ينظمها مثل هذا الملتقى؟ هو بالدرجه الاولى احنا هدفنا مش التوصيات اللي نخرج فيها، احنا الهدف بالدرجه الاولى هو انه البنت او السيده في المجتمع السعودي تعرف وش لها وش عليها. احنا في اليوم الاول باذن الله راح نناقش كل ما يتعلق بالامور الحقوقيه، وراح يكون عندنا نخبه من سيدات المجتمع السعودي مثل الدكتوره نهاد الجشي وهي مستشاره في مجلس الشورى السعودي، راح تكون معنا دكتوره موزة المالكي وهي حاصله على لقب خاص بالسلام لعام 2008. معنا دكتورة رولا دشتي وهي نائبة في مجلس الأمة الكويتي. يعني النساء بهذا الثقل راح يعطون توجه للمرأة إنه شلون تعرف وش لها وش عليها في من الناحية الحقوقية. في اليوم الثاني سوق العمل. أنا إنسانة أبي أشتغل قاعدة في البيت، أغلب اللي قاعدات في البيت متخرجات من الجامعة وجالسين في البيت نستنى الوظيفة الحكومية. يا مش بالضروره انك تستنين الوظيفه الحكوميه، في ابواب اخرى بامكانك انك انت بنفسك تفتحينها وتشتغلين عليها ويكون لك شغلك الخاص، بدل ما يكون عليك مدير او مديره يقول لك والله داومتي ما داومتي، جيتي ما يعني جيتي، في انتاجيه في انتاجيه ولا ما في انتاجيه، هذا شغلك. ولما يكون شغلك ومشروعك الشخصي راح تسعين قدر الامكان انك تنجحين فيه، لان يعني في النهايه انت ما راح تحطين فلوس عشان تخسرينها. صح. فهذا هدفنا في اليوم الثاني، انه شلون المراه تشوف من وين تبتدي مشروعها، وش الاجراءات الحكوميه والاشتراطات مثلا المفروض انها تحصل عليها، الكفاله والوكاله وغيرها من الخطوره اللي تترتب ايضا على راس المال. هذه كلها امور راح تناقش في اليوم الثاني، فالنتائج اللي راح نطلع فيها من هذه اليومين هي فائده للجميع باذن الله. طيب رعاية الأميرة غادة بنت عبد الله بن جلوي آل سعود لهذا الملتقى إلى أي مدى تعطي تحفيز في نفوسكم أنتم كمشاركات طبعا أعطى للملتقى ثقل كبير، يعني كان زي ما قلت لك كان مجرد كشته.
تحول إلى ملتقى بنسخة جيدة في نسخته الأولى. المرة الثانية صار برعاية سمو أميرة يعني، فأكيد أنه أضاف للملتقى ثقل كبير، وهذا يدل على اهتمام الأميرة غادة بأنه المرأة السعودية تكون واعية بحقوقها وشلون تبدأ في مشاريعها. فالحمد لله يعني مثل هذه الرعاية من قبل ولاة الأمر تمنحنا احنا تحفيز أكثر للاستمرارية عشان ما يكون سحب الصيف. طيب عرفات اللجنه، طبعا الاعلام دائما يكون دور بارز، احنا في برنامج اصداف ان شاء الله باذن الله بكره راح تكون كاميرا البرنامج متواجده في خلال ورواق هذا الملتقى. الوسائل الاعلاميه المقروءه المسموعه طبعا بما انك انت في ايضا في الاذاعه السعوديه، كيف تفاعل الوسائل الاعلاميه تجاه هذا الملتقى؟ انا كرئيسه للجنه الاعلاميه سعيت مع الاخوات طبعا، وانا احب اني اشكر على الهواء الان الاخت العزيزه انعام العصفور وهي رئيسه الملتقى على الجهود الجبارة اللي قاعدة تبذلها في التنسيق مع كل الجهات سواء إعلامية أو حكومية أو تصاريح. يعني المجهود بالدرجة الأولى هو مجهود هذه السيدة. من الناحية الإعلامية احنا قاعدين نحاول انه احنا زي ما قلت لك نسقنا مع التلفزيون مثلا، مع الاذاعه ومع مجموعه كبيره من الصحف الخليجيه والسعوديه. شكرا لك اذا عرفات الماجد، وانت رئيسه الاعلاميه لرئيسه الملتقى الاعلامي والنسائي الثاني بالدمام. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا اليوم، يا رب دربك خضر وين ما رحتي وين ما جيتي، وحياك الله معنا. الله يحييك. اكيد ايضا الشكر موصول مشاهدينا لدار جولي فاشن للازياء المصممه السعوديه نجلاء البلم. نهايتي لهذا اليوم تقول نتشاور نتحاور نتفق نختلف، لكننا نصر ونجمع على أنه مثل هذه الملتقيات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والحوار بين أفراد المجتمع، لكن يبقى هدفنا الأسمى والأنقى والأوحد في برنامج أصداف هو أن نرسم ابتسامة على محياكم مشاهدينا، فلنبتسم ولتبتسموا ولنعش في وسط كون ضاحك ومبتسم. وإذا كنتم متجهين للشرق أو للغرب أو للشمال أو للجنوب انسوا كل شيء وتذكروا شيئا واحدا فقط، أني أنا ناهد الأحمد دائما أتمنى لكم أسعد وأمتع وأحلى اللحظات. وأكيد الآن أنتقل إلى زميلتي وأستاذتي أكيد أستاذة هنا، واللي أكيد راح أسألها عن فقرتنا اليوم وش رايها فيها. يعطيك العافية ناهد، فقرتكم رائعة وحضور جدا مميز للأستاذة عرفات، يعني اسأليها بعدين ايش شعورها وهي ضيفة اليوم. نسيت مسألة هو. ماشي، يعطيك العافية، الفقرة جدا حلوة، شكرا لك. شكرا لناهد ولضيفتها الكريمة، وإحنا معاكم مشاهدينا فاصل وحنواصل، خليكم معي على القناة الأولى وممنوع تغيير المحطة.